في الفيديو النهارده هكلمكم عن التسدي عند الرجال، اسبابه وعلاجه. يلا بينا نتكلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. في الفيديو النهارده هكلمكم عن التسدي عند الرجال، ايه هو تعريفه وازاي نعالجه. انت عندك دلوقتي التشريح بتاع الصدر هو واحد عند الرجاله وعند السيدات لحد مرحله البلوغ. بتتكون من ايه؟ اللي هو العظم، اللي هو القفص الصدري، بعد كده طبقه عضلات، بعد كده طبقه الدهون، بعد كده الجلد. بيبقى واحد عند الرجاله والسيدات لحد مرحله البلوغ. بعد كده اللي بيشكله وبيغير شكله هو نسبه الهرمونات في الجسم. يعني لو عند الراجل بتبقى الخليه ضامره، يعني مش شغاله. بالنسبه للسيدات بتبقى حاجه تانية. ده عباره عن ايه؟ في الراجل هرمون التستوستيرون اعلى من الاستروجين، نسبه الهرمون التستوستيرون عاليه بالنسبه للاستروجين. ده الوضع الطبيعي. بالنسبه للسيدات نسبه الاستروجين اعلى من نسبه التستوستيرون. يعني كل واحد اذا كان راجل او ست لازم يبقى فيه الهرمونين. اي خلل في النسبه بينهم بتؤدي لمشاكل في الهرمونات. عايزين نقسم التسدي لنوعين، نوع حقيقي ونوع مش حقيقي. نمسك اول حاجه النوع اللي مش حقيقي. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان وزن جسمك زايد جدا ونسبه الدهون فيه عاليه جدا. نسبه الدهون عاليه بمعنى ايه؟ ان جسمك زايد الدهون فيه حتى عند منطقه الصدر. بتبقى منطقه الصدر عندك مترهله وشبه صدر السيدات. ده النوع الاولاني اللي هو النوع اللي مش حقيقي. تاني نوع اللي هو النوع الحقيقي، ده النوع اللي بيبقى عندك فيه خلل في الهرمونات. اقول لك ايه اسبابه. اول حاجه هي الحكايه كلها عباره عن خلل في الهرمونات. التسدي عند الرجال بيبقى في حالتين بس. اول حاجه نسبه هرمون الاستروجين عاليه، تاني حاجه نسبه هرمون التستوستيرون قليله. انت دلوقتي عندك نسبه الاستروجين عاليه، نسبه الهرمون التستوستيرون قليله، يحصل عندك تسدي. اللي بيبقى عندهم تسدي بيبقى عندهم لخبطه هرمونات. دلوقتي انت لما يكون عندك نسبه تست قليله ونسبه الاستروجين عاليه، جسمك بيحارب الموقف ده فبيفرز هرمون ثالث اسمه الدي اتش تي. الدي اتش تي ده يعتبر هرمون تستوستيرون بس مش كويس، بيأثر جدا في الجسم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اسباب التسدي. سبب تاني ممكن يكون بالنسبه للعيبه كمال الاجسام اللي بتاخد حقن تستوستيرون وهرمونات خارجيه. الهرمونات الخارجيه زي التست والترمبلون والبولدينون والحاجات دي كلها، دي بتخش الجسم بتتحول لاستروجين، فنسبه الاستروجين بتعلى جدا. ده كده تاني سبب. تالت سبب هو مشاكل في الغده الدرقيه. كده احنا عرفنا الاسباب اللي بتؤدي للتسدي. اول حاجه نقص هرمون التست، تاني حاجه زياده هرمون الاستروجين، تالت حاجه بالنسبه للعيبه كمال الاجسام اللي بياخدوا منشطات خارجيه، المنشطات دي بتتحول لاستروجين. رابع حاجه هي مشاكل في الغده الدرقيه. كده عرفنا الاسباب. نخش على العلامات. ازاي اعرف ان عندي تسدي؟ اول حاجه عن طريق الفحص. اللي بيبقى عندهم تسدي بيبقى شكل الصدر مش متساوي، الصدر اليمين غير الصدر الشمال، دي اول علامه. تاني علامه انك تفحص صدرك. هتمسك الحلمه هتلاقي فيها زي كلكعه، زي غده كده صغيره تحت الحلمه. تالت علامة هتلاقي المنطقة الغامقة اللي حوالين الحلمة بتكبر وبتوسع، بيبقى مساحتها مش طبيعية كده. دي العلامات تأكد ان عندك تسدي. هنعالج التسدي ازاي؟ اول حاجة انك تنزل تتمرن. احنا زي ما اتكلمنا لما يكون عندك نسبة الدهون عالية انت كده لازم تحاربها. هتحاربها ازاي؟ اول حاجه انك تقلل نسبه دهونك. هتنزل تتمرن، هتلعب كارديو. تاني حاجه الكارديو يكون على معده فاضيه الصبح. تالت حاجه انك تظبط نظامك الغذائي، نظف اكلك، حاول تاكل اكل صحي. دي حاجه مهمه جدا. يبقى تمرين كويس، غذاء كويس. التمرين والاهتمام بالتمرين هيخلي جسمك يبني عضلات كتير. العضلات بدورها هتحرق دهون اكتر. يبقى انت كده شغال على حرق الدهون في الجسم. يعني لو عايز تحل مشكلة التسدي اول حاجة تتجه ليها انك تنزل دهونك. دلوقتي اتكلمنا انك ازاي تعالج التسدي الغير حقيقي. كويس. التسدي الغير حقيقي اللي هو مشكلته زيادة الدهون، هتنزل تتمرن،
تلعب كارديو هتظبط اكلك. هننتقل للتسدي الحقيقي اللي هو عندك مشاكل فعلا في الصدر. اول حاجه لازم تدخل جراحي، لازم تروح عند دكتور جراحه هيعمل لك عمليه بسيطه جدا، واغلبيه لعيبه كمال الاجسام بيمروا بالمشكله دي وبيعملوها. هي عمليه بسيطه ما فيهاش كسوف، ما فيهاش اي حاجه، لانها بتوصل لمرحله ان الغده اللي تحت الحلمه بتبقى كبيره جدا، فبتبقى صعب جدا علاجها والسيطره عليها، فلازم تدخل جراحي. ده كده اتكلمنا عن علاج التسدي الحقيقي والتسدي الغير حقيقي. في بعض المكملات اللي ممكن تاخدها هتساعدك شويه في زياده هرمون التست، حاجه زي الزنك، حاجه زي التريبلوس. ممكن تاخد حاجه تانية هتساعدك انك تحارب التسدي. تهتم بالادويه اللي بتنظف الكبد والكليه، ممكن يكون عندك مشاكل فيهم. تمام؟ يبقى تلخيص سريع للحلقه. قلنا اسباب التسدي: ارتفاع نسبه الاستروجين، نسبه التست قليله، ده السبب الرئيسي. لعيبه كمال الاجسام اللي بيجي لها تسدي بيبقى ناتج عن ايه؟ بياخدوا حقن وهرمونات خارجيه. الهرمونات دي بتتحول في الجسم لهرمون الاستروجين، دي بتبقى اسمها عمليه الارمطه. يبقى ده كده تاني حاجه. تالت حاجه ممكن يكون عندك مشاكل في الغده الدرقيه. هنعالجها ازاي؟ اول حاجه اللي عندهم مشاكل تسدي غير حقيقي ده هينزل نسبه الدهون. قلنا هننزل نسبه الدهون ازاي؟ هتتمرن، هتلعب كارديو، هتظبط اكلك كويس. اللي عندهم مشكله التسدي الحقيقي لازم تدخل جراحي. لو الحلقه فادتك باي معلومه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنى الحلقات الجديده. سلام.